انا في قصيده كلش حاب اسمعها اللي قراها امام الاستاذ سمير صبيح. الله يرحمه. كانت قصيده قبل القصيده بالبصرة. بس على المود تخاف يعني الناس تساءل انه رثاء سمير صبيح او كذا. نعم. سمير صبيح بالبدايه يعني تعلمنا منه هواي. اكيد. مدرسه كبيره. اكيد اكيد. من يرثي مو شرط قصيده عليه رثاء. اي قصيده تنكتب ورا وفاه سمير صبيح اذا كانت قصيده بمعنى الكلمه هي رثاء سمير صبيح بدون ما هي اصلا عظيم عظيم عظيم. ومن خلالك ما انصح انه الرثاء يكون اقل قدر من سمير صبيح. يعني انا تبلغت على مهرجانات ثم شاعر مثل سمير صبيح صح. يحتاج وقت لكتابه قصيده على العموم مو بايام بصراحه. خلينا نسمع القصيده اللي حباها استاذ سمير صبيح الله يرحمه. الله يرحمه. يقول ثاريها الظنون تخيب وتخيب من ظني مو تصيب ثاريها الظنون تخيب وتخيب من ظني بيك تصير لوثات. مضيف المبرد يغش المعازيب ما سير عليه السيف لوحات. الله كنت اتصور تفوز التجاريب ودمعك ما تقضى جفون العناد. اجدامك صار بيوت العناكير وخف من قتلك كيلو وقلنا الابعاد. الله ايد على الصور والثانيه تعيب وبس الماي يكسر جنح الرماد. نفرض شققتهم خاف ما طيب شق الثوب فوق الميت شفاد. طايح لك نشد يعقوب بالذيب ولا بير الحكى وقال انا سداد. انا اخو حجون بغرف تعذيب ما هزيت شعره براس جلاد. انا اخو حجون بغرف تعذيب ما هزيت شعره براس جلاد. انا مصيوب مو مثل المصاوي حرب والصاح يرجع بس الزناد. المصيبه البال بيك يودي ويجيب اكثر منها لو حتى من الضماد. 3 سنين طيفك لو ادري يغيب كان ما خيطت راسي 3 سنين طيفك لو ادري يغيب كان ما خيطت راسي ولا المخاد. طفل وقبالي كسرت الملاعيب شو تعوضني من الشين للغاد. يا شتال يكسر خاطره تغيب المفروض الضمير متاح صياد. مو هين العيون رموش هالشيب بعد حتى من غم الظلمه يراد. ضوى من يلوح تصير السراديب مثل سم اللي يبين طعمه بالزاد.